الصفة الأصلية على طريقة ناس الغرب تلمسان بدون إضافات، ما فيها لا حليب لا والو، لا هادوك الإضافات اللي راهم يزيدوهم على يد عزوجتي. دوك تشوفوها معايا، هذه هي الوصفة الأصلية التقليدية. ونفوتوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. درت هنا كيلو تاع الصفة اللي تجي رقيقة كاع. درت لها كمية مليحة تاع الزيت. انا عزوجتي كيما قلت لكم مسبقا تخدم عينها ميزانها، يعني ما توزنش ولا بالعبر ولا. درت كمية هكا تاع الزيت ودخلت كاع هذاك الزيت مليح في الصفة. علاش نديرو الزيت؟ باش الصفه ما تعجنناش. حنا كي نديرو كميه مليحه تاع الزيت ما نخافوش كاع عليها من بعد، ما غاديش كاع تتعجن. شوفوا التصفيره الاولى هنايا كي نفختها بالماء، نفختها بالماء سخون. هذا الماء سخون درت 2 كيسان معمرين مليح. هذا الكاس يكون يرفد واحد 250 ولا اكثر ولا واحد 300. المهم كيما هكا نفختها غايه كيما راكم تشوفوا، وخلاتها ريحت واحد شويه، واحد 10 دقائق ولا، وجات كيما هكا قاعده تفتت فيها. كاين بزاف يشتكيو يقول لك كي نديروها بالماء سخون تتعجن. هذيك نوعيه الصفه تكون عيانه. لا كانت نوعيه الصفه ماشي شابه عرفوا بلي غادي تعجن لكم، هي لو كان حتى بالماء البارد وتتعجن. كيما راكم تشوفوا حلتها كاع غايه. في هذا الوقت راني موجده القدره والكسكاس تاعي. الماء يعني يكون سخون يكون غالي. هنا زدت لها شويه ما بارد، يعني ماشي سخون وماشي بارد، كيما نقولوا من الحنفيه. ما عادي زدت لها غير شويه ما، حسيتها ناشفه بزاف غير شويه ماشي بزاف. ونديروها في الكسكاس وندوها تفور التصفيره الاولى. والكسكاس تاعكم خاصكم تدهنوه مليح بالزيت باش هكا السفه تاعكم ما تلصقش. دوك تشوفوا معايا دوك ندهنها غايه. شوفوا كيفاش راها ما شاء الله، مازال كاع ما فورناهاش وتحسبوها راها طايبه، على خاطر هذاك الماء سخون في الاول كي شغل يفورها نصف تفوار. كيما هكا دهنت الكسكاس تاعي مليح بالزيت. درت لها الزيت وراها دهناته ونجو نعمروه. هنايا الكميه تاع كيلو ما دارتهاش كاع في كسكاس، دارت غير نصها، يعني قاعد تصور بالنص. نتوما لا درتو نص كيلو ديروها كاع في كسكاس، ولا درتو كيلو هكا باش تفور لكم غايه فورو غير بالنص. ولا كانت عندكم زوج قدرات وزوج كساكس ديروا نص في جهه ونص في جهه كيما هكا، وندي النص الاول يتفور. وهي تفورها 3 خطرات. وصراحة عجوزتي معروفة بالصفة، يعني لا فامي كاع يعرفوها في الأفراح، حتى في الأحزان بعيد عليكم في الموت وكاع يلغاو لها هي دير الصفة. ديرها في الأفراح في الأعراس في كل مناسبة دايما حاضرة، وهي اللي دير لهم الصفة. وهنايا بعد ما تفورت التصفيره الاولى كيما هكا حطيتها في القصعه وقعدت تزيد عليها الماء بارد. صاي الماء سخون نديروه في الاول، من بعد نبقاو نفخوها بالماء بارد عادي. ماشي بارد كي نقول لكم بارد معناتها من الفريجيدير، لا غير يعني من الحنفيه ولا نتاع الكوزينه. المهم بدرجه حراره المطبخ. دارت الماء قدامها وتقعد ترش وتزيد غير بشويه. احنا الصفة عندنا حاجة أهمية، يعني للضياف يجيوك ضياف ولا أفراح مناسبات. المهم يحطوا الصفة في الأول. مثلا في وقت القهوة يجيوك ضياف للقهوة تحطي الصفة مع لاتاي ولا مع الحليب واللبن والتمر وكاع. من بعد كي ترفديها تولي تحطي الصنين تاعك تاع القهوة والحليب. زادت شويه تاع الملح. تبغوا الملح ديروه كيما دارت هي ولا تحلوه في شويه ماء. هي دارت الملح وعاود راها ترش بالماء كيما هكا، وندوها تفور تصفيره الزوجه. والصفة نديروها حتى في أعراس تلمسان. في الأعراس كيفاش تتحط؟ يحطوها في الليل كاع مور العشاء، كي يتعشاو ويكملوا يقعدوا مور العشاء واحد نص ساعة ولا ساعة هكاك في السهرة، يحطوا الصفة مع بردلات هاي المقيرط التلمساني القريوش المقروط. يعني الصفة عندنا حاجة همية. وهنايا بعد ما فورناها التصفيرة الزوجة عاود حطيتها هكا في القصعة وتقعد تزيد في الماء شويه. وهنايا في التالي كي درناها في الكسكاس هذه التصفيره الاخيره الثالثه درنا معاها شويه زبيب. من الافضل الزبيب ديروا حتى التالي هكا باش ما يتعجن لكمش. وخلاتها تفورت غايه. وشوفوا لي البنات هنايا بعد ما تفورت صاي هذه التصفيره الاخيره الثالثه كما قلنا. ان شاء الله تكونوا تحسبوا معايا. كما قلت لكم هي دير غير عينها ميزانها وكاع ما كاش العبر. ان شاء الله انا كنت درتها لكم هذا شحال بالعبر في قناتي الاولى، ودوك نعاودها لكم في هذه القناه على بالي تبغوا كل شيء بالعبر خاصه المبتدئات. هذه التصفيره الثالثه صاي والاخيره نديروا لها الزبده تاع البقره، يعني الزبده الحاره يقولوا لها الزبده الحاره. بصح اللي ما عندهاش ويبغي يدير غير بالمارغرين ولا لكم الاختيار. شوفوا الزبده تاع البقره كيفاش تجي دايره، تجي بيضه هكا، راها تحل فيها، يعني مادام هالصفه حاميه تحطها فيها وتحلها هكا باش تذوب. وشوفوا لي التقديم نتاعها، يعني لا بريستيج لا والو، كانوا يديروا القرفه والسكر من الفوق هذا ما كان. وشوفوا لي الصفه كيفاش جات طريه. شوفوا البنات نزير عليها كيما راكم تشوفوا ما تتعجنش تقعد طريه. وهنا نجي ندير معاكم الصفه بريستيج. شوفوا المول، جيبوا اي مول يكون هكا مخطط يكون شباب ولا، ديروا فيه من تحت شويه مكسرات. المكسرات اللي كانوا عندكم خدموا بهم. ديروا الطبقه الاولى هكا تاع الصفه، من بعد جبت حلوه الترك والكاوكاو مطحون. درت مع الطرف هكا شويه كاوكاو، وفي الوسط خلطت حلوه الترك مع الكاوكاو. هذا ما كان البنات، انا هذا ما ندير، نبغي يعني المكسرات كيما هما ما نخلطهمش ولا نفخهم ولا ندير لهم عقده ولا لا، خليها غير كيما هكا. حلوه الترك مع شويه كاوكاو ودرتها في الوسط. عاود زدت الطبقه الزوجه تاع الصفه.
يعني كي تكون مناسبة ولا حاجة همية ولا في الأعراس تاع تلمسان دايما يقدموها هكا بالمول، يقدموها صفة بريستيج. بصح نسا بكري وكي شفتو التقديم تاع زوجتي يبغوها كيما هكا، كيبغوها هكا عادية فيها السكر والقرفة. قولوا لي نتوما واش تفضلوا صفة بريستيج ولا تاع بكري؟ انا صراحه البنات والله لا تعجبني تاع بكري كيما ديرها زوجتي ودير لها السكر من الفوق، تجيني بنينه بزاف. المول نتاعكم لا خفتوه يلصق دهنوه بشويه زيت ولا بشويه مارغرين وكيما هكا نجي نقلعها. الحمد لله ما تخسرتليش غير شويه من تحت ماشي بزاف، واللي تسقتها غير بالمعرف. وجبت هنا العسل ولا العسيله عادي تاع النار. صراحة القهوة نتاعها بزاف شباب وثقيل كيما راكم تشوفوا، فيها كو شباب وما تتسكرش، يعني كاع تقعد معاك الظهر ولا ديريها حتى في الفريجيدير تقعد كيما هي عسل، يعني ماشي هذاك العسل اللي يتسكر ويدير السكر لتحت. وشوفوا لي النتيجة النهائية جات بزاف طرية وبنينة. نقول لكم جربوها. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوليش هذاك الجيم والسلام عليكم.